عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكنافة بالمانجا مع بعض بطريقة سهلة جدا، تنفع في رمضان وفي العزومات، ولو تاخديها هدية لحد، وشكلها شيك وحلوة جدا وطعمها حلو قوي وأرخص من بره بكتير طبعا، لأن لو اشترينا صينية بالشكل ده هتكلفنا كتير. هنجيب معانا صينية مدهونة سمنة أو زبدة، ونحط فيها الكنافة، مش عليها اي حاجة ولا عليها سكر ولا عليها سمنة ولا عليها اي حاجة. هي ندهن الصينية سمنة ونحط عليها الكنافة، ونكون مقطعينها طبعا حتت صغيرة، ونحط بقى عليها السمنة بعد ما نحطها في الصينية، نغطي وشها كله سمنة زي ما احنا شايفين كده، بنغطي كل الوش سمنة. نكون محضرين الفرن طبعا سخن قبلها على درجة حرارة 200، ونحطها في الرف في النص. هنعمل الكريمة مع بعض. معانا كوباية لبن ومعلقتين سكر، ما نزودش السكر عشان الكنافة طبعا شربات. ومعانا نص كوباية كريم شانتيه، ونص كريم باستري، ربع كريم باستري وربع لبن بودرة، ونضربها. الكريمة دي حلوة جدا وطعمها غني وحلو قوي. نضربها كويس لحد ما توصل القوام اللي احنا عايزينه. لو حاسين انها محتاجه شويه كريمه ممكن نزودها لو خفيفه معاكي، حسب نوع الكريمه اللي انت جايباه. نضربها لحد ما نوصل للقوام اللي هوريهولكم ان تبقى القوام مظبوط ازاي. احنا شايفين القوام معانا مظبوط ازاي، تقيله وحلوه. طبعا الكنافه كانت خرجت من الفرن وساعتها بالشربات، بس المقطع ده اتحذف. شربات تقيل، وانا عامله لكم الشربات التقيل لوحده في صندوق الوصف، اللي هو كوبايتين، كل كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه ومعلقه عسل كلوكوز وعصره ليمونه ورشه فانيليا. ده الشربات التقيل، وانا عامله لكم لو حتى لو عايزين تشوفوا عشان هتلاقوا في الربط. هنكن طبعا بقى الكنافه كريمه بعد ما سقيناها بالشربات، بس طبعا نكون سيبناها تبرد شويه عشان الكريمه ما تسحش. ودي مانجا معايا متفرزه، انا بفرزها متقطعه كده شرايح بحالها، بحيث ان انا لما اجي اطلعها من الفريزر ارص على طول وتبقى سهله معايا. تكون طلعيها وتكون مش مفكه قوي، تكون نص تجميده، عشان انك بحيث انك تيجي تشيليها معاكي ما تقطعش معاكي. هلف المانجا حواليها كلها، دواء يعني داير ما يدور حواليها شرايح كده بالشكل ده، عشان تيجي شكل حلو في الاخر بالطول كده مع بعض. انا كنت خلصت 3/4 وكان فاضل حب جزء منها. لو عملتيها مش هتندمي وهتعجبك جدا وهتعجب الاولاد جدا، ونشتريها غاليه من بره. دي منجاية عندك في الفريزر، والكريمه ما خدتش حبه كريمه مش كتير اصلا. والكنافه برضو ربع كيلو كنافه. فهتيجي تحسبي الكميه الحاجه مش هتلاقيها زي ما تشتريها من بره. هنرصها كده كلها. هنا بقى في النص رميها زي شكل وردة كده، بحيث انها تدي شكل نهائي حلو. طبعا بشيل المانجا بالراحة لان هتقطع معايا لو شلتها جامد، عشان هي طبعا متفرزة مش طابحة لان احنا مش في موسم المانجا. ولا حبيت تاخديها معاكي العزومة، معزومة عند حد، حاجة شكلها شيك وحلوة جدا وعاملاها بايديكي. هنا كده خلاص كنا خلصناها. كده شكل وردة اهي في الاخر. هنا بقى معانا جيلي تلميع، او لو ما عندكيش جيلي تلميع ممكن تجيبي باكو جيلي مانجا وتعملي تحطيه في نص كوبايه ميه وتتهني بيه. بيحتفظ بقى بلونها وتفضل بتلمع كده على طول وشكلها حلو طبعا. لو انت هتاكليها على طول عادي، مش حاجه اساسيه انك تعمليها بجيلي التلميع. بس دي لو تسيبها في التلاجة شويه بتفضل محتفظه بلونها، والمانجا لونها يفضل زي ما هو بيلمع وتبقى شكلها حلو جدا. ولو مقدماها هديه لحد تبقى شكلها حلو وشيك. اعملها كلها بجيلي التلميع كده طبعا زي ما انتم شايفين. هي يا دوبك معلقة شيلي تلميع، يعني مش كمية كبيرة. هنا خلاص كنت اقطعها بقى معاكم واوريكم شكلها من جوه.
لو وصلتوا معايا للاخر ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس فضلا منكم وليس امرا. شايفه بقى من جوه هشه ودايبه كده في البق وطعمها حلو جدا. شايفين من جوه طعمها شكلها عامل ازاي، والطعم